السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسميا نزول اعلان الجيم بلاي، واعلان حرفيا 7 دقايق وكبير جدا، وفي حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وهنتكلم في الفيديو النهاردة هنحلله كامل، وهقول لكم على الاضافات الجديدة والمميزات. فقبل ما نبدا الفيديو فمتنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يشرب بالعزيمة فيديو جديد. واسف لو الفيديو هيكون طويل شوية، وكمل الفيديو لغاية الاخر. بحبكم جدا يا اسطى. خش على القناة تلاقي فيديوهات كتير جدا 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 ان شاء الله هتعجبك. ويلا بينا بقى نبدأ على الفيديو. طبعا برضو كل حاجة في اللعبة والجيم بلاي برضو والتحسينات وكل حاجة من آراء الناس برضو زي ما شفنا في الفيديو كل حاجة، وطبعا هي الشركة اللي قالت كده. طبعا في بين اللعب اتنين، يعني حاجات اتنين اللعب، فبرضو هقولها لكم في الفيديو. وكمان برضو في تحسينات كبيرة جدا من الدفاع والحراسة والهجوم والتمريرات والتسديدات وكل حاجة حرفيا. طبعا اول حاجه بنتكلم عليها في بي ان طبعا للعب. طبعا ضافوهم يعني مودين كده، المود الديناميكي او يعني الواقعي، ودوت هيبقى بطيء ولكن هيبقى واقعي جدا زي الحقيقه وكده يعني. ولكن في بقى التاني هيبقى سريع جدا جدا، ومش هيبقى واقعي اوي يعني، وهيبقى سريع. وطبعا اللي هو البطيء ولكن واقعي هيبقى متاح للاوفلاين بس، او للكارير مود يعني، او اي حاجه في الاوفلاين تمام. ولكن بقى السريع وكده هيكون للاونلاين وكده يعني. الاونلاين طبعا اللي هو المود بتاع اللي هو اللعب التنافسي اللي هو السريع هيبقى سريع بقى اضعاف كتيره جدا، ويكون سريع جدا جدا يعني. مش هتحس ولا بتقل ولا ببطء ولا اي حاجه حرفيا. ودوت الكل هيلعب فيه في الاونلاين والالتيميت تيم يعني وكده. وفي الاوفلاين يعني. وفي لما انت تبتدي في الكارير مود هيقولك عايز بقى اني من الحاجه الاتنين. لكن في الاونلاين هو انت بس هتلعب بيه اللي هو السريع ده بس، كل الناس هتلعب بيه. طبعا بقى عندك برضو تاني حاجة الدفاع يعني. الدفاع بقى مميز بشكل كبير جدا جدا. وبقى في يعني لما انت تاخد الكرة مش هترجع للمهاجم تاني، وهيبقى في انك تقطع الكرة باشكال مختلفة وقوية جدا، علشان المهاجم او اي حد يعني ما يقدرش ياخد الكرة تاني. وفي تاكلينج وحاجات كتيرة برضو بقت قوية جدا. وفي مهارات كتيرة جدا جدا اتضافت. وفي تعدي بطريقة ممتازة، وعندك المهارات بقت بتتعمل بشكل أسرع وبشكل أحسن جدا جدا جدا. وعندك بقى حراسة المرمى، بقى تحسين حراسة المرمى بشكل كبير جدا، والذكاء الاصطناعي بقى موجود في اللعبة بشكل كبير، والدفاع والحراسة معمولة بالذكاء الاصطناعي. وبقى يعني اللعبة معمولة حرفيا كلها بالذكاء الاصطناعي وأسطورية بجد. عندك الحراسة اتعملت يعني بقى الذكاء بتاع الحارس قوي جدا، وبقى فيه تصديات زي المباريات الواقعية والحقيقية كده، وتصديات يعني كده. وعندك لما انت بتصد الكرة مش بتيجي لمهاجم تاني او بتبقى قريبة يعني، هو بيصدها علشان تطلع بره على طول، او بيمسكها يعني. والتصدي وكده بقى بشكل احسن واسهل. طبعا الشركة قللوا من اخطاء المدافعين وكده. وطبعا مشكلة المدافعين كانت بتعملها في FC 25 حل. هم حرفيا بجد يعني سمعوا الآراء الناس، وده بجد حرفيا، وده اللي باين قدامنا. وطوروا الجيم بلاي بشكل كبير جدا 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 بصراحة. عجبني جدا. واللعبة شكلها كده هتبقى بشكل تاني حرفيا. وحرفيا يعني أسطورية حرفيا. بقى في باور شوت على الارض، يعني باور شوت يعني كرة قوية جدا على الارض. وطبعا زي ما احنا شفنا في الاعلان تدوس ضغطتين على زر التسديد، وهيعمل لك الباور شوت على الارض، او هيلعبها لك على الارض يعني بشكل حلو جدا. وطبعا زي ما كان في فيفا، مش فاكر 11 او 19 حاجة زي كده تقريبا، والله مش فاكر قوي. وكانت يعني كان حاجة بندوس عليها اتنين كان بيحصل حاجة، بس والله يا جدعان ما فاكر. طبعا دوران اللاعبين، وكمان ان هم يلفوا يعني او ينقلوا لمكان لمكان وكده يعني، او يغيروا اتجاه، بقت اقوى واسرع جدا بشكل كبير جدا يعني. زي ما شفنا برضو في الاعلان كان جالنا مثال في FC 25 و FC 26 وكده. وبجد يعني فرق كبير، و FC 26 بقت اقوى واسرع واحلى بجد.
واللعيبة بالذكاء بتاعها بتاع الذكاء الاصطناعي بقت تعمل أماكن لبيئة اللعب، وبقت تضيف مساحات، وبقت تعمل حاجات أسطورية بجد زي اللاعبين اللي هي بتعملها في الحاجات في الحياة، يعني في الواقع يعني. وطبعا ده ضافوا مهاراته كده عشان تكون اقوى وكده، وتزق يعني تزق اللعبة وتبقى جسمك وكده. طبعا اللعبة في جسم، وبقى في كده في اللعبة. ولو عندك لاعب سريع وكده هيبان ان هو سريع بجد، يعني زي ما شفنا في الاعلان. وكان في ناس سرعة جدا وبيعدوا بشكل قوي جدا جدا جدا، يعني كان في FC 25 او في الاحداث، يعني في اي موسم سابق ما كانش بيبان ان في اختلاف جدا. ودوت هتعرفوا لو انت من محبين اللعبة وبتلعب اللعبة، هذا هيبقى في بقى اختلاف كبير جدا في لعبة FC 26. تعبة واقعي جدا، وبقى بيبان ان هو تعبان بجد، وبيبقى مراهق ومش بيعرف يجري وكده يعني. طبعا الشركة ضافت حاجة اسمها التبين العالي وكده للناس مثلا النظارة ضعيفة أو بتحب يكون كل حاجة مختلفة عن الألوان أو كده. فبقى التبين العالي ده تختار كل طقم لفريق، وتختار الحكم والفريق الخصم وكل حاجة حرفيا، تختار لونها وتلعب براحتك. ضافوا كمان بلاي ستايل كتيرة جدا، يعني عندك الالتحامات الجوية دي، مدافع صلب في ابعاد الكرات الرئيسية. وده عندك بقى المنفذ او كده، يعني ملتحم قوي مع اللاعبين طبعا. وراس الدقة يعني يتميز برأسيات يعني حاسمة ومبتكر، يعني مبدع بتمريراته. يمتلك مهارة الترافيلا، يعني مهارة الترافيلا تمام. ومغير اللعبة، يعني قادر على اللي هو ينهي عند المرمى يعني. طبعا في نظام FC IQ والمعلومات بتاعت اللعيبة وكده، يعني ضاف قلب دفاع يقوم بتغطية الظاهرين في حالة تقدمهم، اللي هي وايت باك. وده عندك ظهير هجومي يساعد المهاجمين ويعود للدفاع تمام. وبعد عندك بقى حاجة جديدة برضو، يعني اللي هي المعلومات بتاعت اللعيبة تخليهم يتحركوا ازاي. عندك خط وسط دفاعي يدعم الهجوم في منطقة جزاء الخصم. عندك بقى واحدة كمان حارس مرمى يلعب بالكرة وقادر على بناء الهجمات، يعني اللي هو يبني الهجمات يعني. تعالوا نتفرج مع بعض على الجيم بلاي، ولو في حاجة يعني اقول ويعني احللها يعني معاكم واتكلم عليها معاكم. ده عندك التعليقات اهو، بيقولك يجعلوا بيئة اللعب افضل وكده. فهم بقى بيقولك تلخص هذه الكلمات تركيزنا هذا العام. تمام، تعالوا بقى نشوف. دي طبعا عارفينها، ضافوا حاجتين طبعا اعداديين. اه، اللياقة البدنية برضو يعني بيقولوا ان هم حسنوها بشكل كبير. هو بعد عندك نومة التبين العالي اهو زي ما انت شايف. ودي عندك دي بقى بس برضو ما فيش حاجة اتغيرت، بس بيقولك ان هما بقى عملوا الاتنين. وبقى عندك طبعا وعندك الحاجة بالشكل ده. ده عندك دي طبعا اللي هي الشاشة الرئيسية. هو جايب لك بلينجهام، وهو يعني زي كأنه غرفة الملابس وكده. فتقريبا هيعملوا كده بس يعني الحاجات مش اتغيرت أماكنها ولا أي حاجة اتغيرت. بس عندك هنا FC نيوز، يعني أخبار. وده عندك الألتيميت تيم. وده عندك مانجر كاريد، عندك بلاير كاريد، وعندك كلابس، وعندك كيك اوف، وعندك لين تو بلاي، وعندك سيزونز كده يعني. يعني بصراحة مش اتغيرت قوي، بس هي حلوة بصراحة. وضافوا النوعين في الاختيارات هنا، حلو جدا والله. تمام، حبشة وكنسلاندية التنتين ماشي. مم. بس العم بيعمل مساحة يعني حلوة جدا. بص بيبنوا الهجمة وحاجات أسطورية بجد. وبقت التسديدات بقت قوية جدا. وده عندك هنا بقى دي شفت بيجري والجري بقى. ودي عندك
المدافعين بيعملوا تاكلينج وكده وبيلحقوا الكورة حرفيا. لو بص عندك الدفاع بيلحق الكورة قبل ما يروح للمهاجم وكده، هو يخرج الحارس الكرة بأمان. ماشي. تعمل خصائص بجد يا جدعان، الإعلان حلو والله وأنا مستمتع بيه حرفيا. طبعا انت تستغربوا لو مفيش صوت في البتاع، انا طبعا علشان بدل ما اخد حظر ولا حاجه. اهو بص الجري، بص الجري، بص بتفرق ازاي. انت عندك هنا بقى بص المدافع لحق الكرة ازاي وبالرأسية ازاي، شفت. عندك بقى دي مثل الدفاع بالذكاء الاصطناعي، عمل الجماعي في كرة القدم. يعني عندك اللي هما بيعملوا جماعي وكده وبيبصوا لبعض وكده يعني. تيكي توكا، لو انت بتعمل تيكي توكا هيبقى حلوة جدا عشان هما بيبنوا الهجمة كل حاجة حرفيا، فالذكاء الاصطناعي حلو. ماشي. والرشاقة والاعتراضات. عندك بقى حركة الهجوم. ده عندك هنا بقى في كتف، دي كتف كده. طبعا دي في FC 25 كان بترجع للمهاجم كده، ولكن بصوا بقى هنا في FC 26 يخرجها كده على طول. تمام. ده عندك هنا الحارس بقى احسن اهو، وبقى بيركز على الكرة اكتر وبيحس بالكرة يعني كده، وبيصد حلو والله. بصوا زي كأنه بيصد كده في الواقع. عندك هنا بقى لو هو ملحقش الكورة يقدر يتزحلق كده اهو. بص بقى في FC 25 و FC 26 بص بيجري وبيغير الاتجاه ازاي. عندك هنا بقى الحركة بتاع الهجوم يعني بجد حلوة اوي، والرشاقة قوية جدا والله. عندك هنا بقى اللعبة بقت اسرع وفوق ارضية الملعب، التدخلات والاعتراضات. ماشي. انت عندك هنا بقى الفرق ما بين FC 5 اهو. بص عندك هنا الدفاع راح رجعت للمهاجم تاني، لكن في FC 26 خدها وكده. تمام. عندك هنا بقى تلاتة التمرير ومنغوة يبدو بطيئين، فده بيقولك بقى اللي هما بقى سرعة وكده. طبعا بقى هما كل الإعلانات شكلها هيبقوا من آراء الناس، والناس هما فعلا عاملينه بجد، الناس هي اللي بتطلب فهم بيعملوا حرفيا. تمام. ده عندك هنا بقى البينيات بقت أسطورية حرفيا. ده عندك زي مفتاح أو حاجة زي كده اهو، اللي انتوا شايفينه قدامكم دي، فهو بقى ده اللي احنا عايزين نلعب له، فهو بيروح. وده عندك بقى استخدام اللياقة. بص دي بقى ميزة حلوة قوي، الضغط على زر الحاجب ده ايه ده مش عارف. بص بياخده كده على ظهره حرفيا، يعني هو كده اللاعب واقف يعني ورا ظهره وراح معدي منه كده يعني. الاضافه دي حلوه. ده عندك هنا بقى التسديدات، انك تدوس مرتين وكده. دي بيقولك ان ممكن تطبق ده كله في جميع انواع التسديدات، انك تشوت مرتين على التسديد ويعمل لك في الارض وكده. ممكن انت بقى انك تعمل على الارض، ممكن تعملها بار شوت او ار2 او اي حاجه حرفيا. تمام. اعلان والله اسطوري قوي يا جدعان، اعلان اسطوري قوي وبجد الشركه بقت هترجع لزمان بقى، والجمبلايه بقى اسطوري. تمام. طبعا نطاق واسع. ماشي. نمط التباين العالي، هو بيقولك ان ممكن تختار اي لون انت عايزه كده، عشان اي حد بيضايق من النور انت ممكن تختار اي حاجه، والملعب وكل حاجه حرفيا. ده عندك وطعم الحارس وكل حاجه، وتتمكن حتى في الظلام كمان حرفيا. وضبط مستوى ال كل حاجة في الجيم بلاي، يعني كل حاجة في الملعب قصدي. تمام. وفي بقى التسديدات والارتوبة حلوة. ادي عندك بقى الخمسة الاساليب الجداد اللي انا قلتها لكم. ادي عندك الراسيات الدقيقة الدقيقة عندك اهو. تمام. ادي عندك هنا بقى بيقولك الادوار الجديدة للعيبة وكده. عندك حارس مرمى يبني الهجمة زي ما انا قلت لكم برضو. تمام. تخصص السلوك التكتيكي وتجهيز الخطة القوية.
تمام. وعندك بقية اللعبة على اساس. تمام. انا بقيت اتفائل جدا في لعبة FC 26 بجد يعني. المهم الجيم بلاي، وبجد عملوا كل حاجة على الجيم بلاي، والجيم بلاي هيبقى روعة، وبقى تطوروا في كل حاجة، للحراس، للمدافعين، خط الوسط، للهجوم، لكل حاجة حرفيا. تمام. بيرضوا الناس حرفيا، وكل حاجة معمولة من آراء الناس حرفيا، لأي حاجة كانوا مش عاجبينها في FC 25. تمام. اطلبوا مسبقا FC 26 التيمت تيم وكده. لك بقى اطلب وكده، وهتاخد المكافآت وكده يعني. بس كده الاعلان خلص. بجد من الاخر اعلان اسطوري جدا، والجيم بلاي هيتطور بشكل كبير جدا جدا. FC 26 انا متفائل بيها، هترجع بقى لزمان، وهتبقى جميلة جدا جدا جدا، وبحل كل مشاكل اللي كانت بتواجهنا في FC 25. ولسه في اعلانات تانية بقى كده، وهنشوف اللعبة بتتطور وكده حرفيا. وطبعا بقى زي ما انا، تعالوا بقى نراجع الحاجة. عندك بقى، تعالوا اقول لكم عن نسختين وكده، عشان نكون الفيديو ده نختم وكده. عندك بقى، عندك نسختين، النسخة الالتيميت والنسخة العادية. النسخة العادية هتنزل يوم 29 سبتمبر، وهتبقى $70. وهيبقى عليها بلينجهام، هيبقى عليها بلينجهام وموسيالا، او في بقى تسريبات واخبار جديدة بيقول ان ممكن يكون كول بالمر، فمش عارفين بقى. تمام. بس بنسبة كبيرة بلينجهام وموسيالا. وعندك بقى في النسخة الالتيميت رسميا هيبقى عندك زلاتان ابراهيموفيتش، وهتبقى $100. ولو انت طلب وطبعا النسخة الالتيميت هتجيلك يوم 19 سبتمبر، يعني قبل الاصدار ب7 ايام. ولو انت طلبت الطلب المسبق هيجيلك 6000 بوينت، وهيجيلك مكافآت وكده. لو انت ما شفتش يعني، وعايز تعرف المكافآت وكده، خش على الفيديو اللي هو بتاع تحليل الاعلان الاول حرفيا، وكانت اضافاته، وكان فيديو اسطوري جدا، فروح اتفرج عليه دلوقتي. تمام. وطبعا انا متفائل جدا باللعبة دي حرفيا. فهو ده كان كل الفيديو، وانتظروا فيديوهات تانية كتيرة جدا 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 عن اللعبة، وعن الأندية والحاجات المترخصة في اللعبة وكده. فانتظروا قريبا. واسف جدا لو الفيديو ده اتأخر في التنزيل، وان شاء الله اللعبة هتبقى أسطورية، وانا متفائل باللعبة، والجيم بلاي هيبقى جامد، وبقى اللعبة هترجع زي زمان. بحبكم جدا يا اسطير، وشكرا انكم كملتوا الفيديو لغاية الآخر. ويلا سلام.